السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المدارس قربت والولاد بيزهقوا من السندوتشات. تعالى أقولك على فكرة حلوة ياخدوها معاهم. أو قايمة بالليل جعانة عايزة تعملي عشاء بس مش تقليدي، تعالي برضو أقولك على فكرة جميلة. بنشتريها من بره بقد كده وندفع فيها الشيء الفلاني، وهي في البيت مش هتكلفنا حاجة وهتكون سهلة وسريعة إن شاء الله. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو لسه جديدة معايا، أنا اسمي حورية من قناة شوكة وسكينة. تعالي ننزل تحت نعمل لايك واشتراك في القناة ونشير لأصحابنا وقرايبنا عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله قبل أي حد. بس قبل ما نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الأول بنجيب بطاطس عدد ما انت عاوزة، 3 حبات بطاطس، 2 زي ما انت عايزة على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. انا هنا جبت 3 حبات بطاطس، قشرتهم وقطعتهم صوابع زي ما احنا متعودين، وحطيت عليهم ملح وشطة وزعتر وبابريكا ومعلقتين نشا. هتقولي لي ليه نشا؟ حاجة غريبة. اقولك ده بقى اللي بيخليها مقرمشة وحلوة قوي، والبابريكا بتديها لون خطير قوي بعد التحمير. هقلبهم كويس قوي قوي زي ما انت شايفة كده، وبعدها هنروح حاطينها في الزيت تتحمر. واثناء ما هي بتتحمر هنيجي بنعمل الطحينة، لان احنا هنستعمل طحينة في الحاجات دي. الطحينة عبارة عن معلقة، عبارة عن علبة زبادي اي نوع اللي انت بتحبيه. بعد كده فص توم، ملح، شطة، وعصرة ليمون، وهنقلبهم كويس مع بعض. وبعدين هنحط عليهم معلقة طحينة. انا هنا مستخدمة اي برضو نوع طحينة، يعني كان عندي كيس طحينة حطيت منه معلقة واحدة بس، مش اكتر من كده. وبقى قوامها كده زي ما انت شايفة تقيل كده، فحطيت عليها معلقة مية، لان لازم القوام بتاع الطحينة تبقى خفيفة شوية، دي زي سلطة الطحينة. بعد كده برضو كل ده والبطاطس بتتحمر هنقطع بقى طماطم، فلفل، زيتون، وطبعا الاساسي معانا الجبنه الموتزاريلا. ودي كده البطاطس بعد ما اتحمرت لونها خطير وجميل. هنجيب لفه جلاش اي نوع انت بتستخدميه عارفاه وواخده عليه. هنفتح الجلاش، وما تنسيش طبعا ان احنا لازم نكون مغطينه. ومعانا هنا سمنه على زبده، سمنه على زيت، اللي يعجبك اللي انت متعوده تستعمليه. بس الافضل ان احنا نستعمل خليط بين حاجتين. هاخد 3 طبقات من الجلاش، هحط بين كل طبقة وطبقة نقط بسيطة كده، يعني عشان بس يبقى مورق ويبقى متماسك في بعضه، لانك لو ما حطيتيهوش هيبقى كأنه معجن، وكمان هيبقى مش حلو ومش ماسك في بعضه. هنحط بطاطس، بعدين طماطم، فلفل، معلقة طحينة، مايونيز، وبرضه هنحط كاتشب. انتي لو تخلي بالك انا عامله الحاجات دي كلها بطول لفه الجلاش او ورقه الجلاش. وما ننساش طبعا الموتزاريلا، ده اساسي في الوصفه دي. وبعد كده بنروح لفين الاطراف اللي بالعرض، قافلينها عليها وقافلينها كده بحيث انها تبقى مقفوله من الناحيتين. اما اجي بقى احطها في الطاسه ما بحطش من الناحيه المفتوحه، بحطها على الناحيه المفتوحه. الجريلا تكون سخنة على البوتاجاز، بدهنها كمان من نفس الدهان اللي انا دهنت بيه الجلاش. وابدا بقى انزلهم واحده واحده، بحيث ان انا بحطها على الناحيه المفتوحه الاول عشان تاخد الصدمه وتقفل معايا الجلاش. بحط بقى على حسب ما ياخد الجريل. ممكن ما اعملهاش في جريل، ممكن اعملها في طاسه عادي خالص، بس انا بحب اعملها في الجريل عشان تاخد بس الخطوط بتاعتها، بيبقى شكلها لطيف. في الطاسه ممكن في الاير فراير، ممكن في البوتاجاز، بس البوتاجاز بينشفها شويه لو هعملها تحت الشوايه. وما سيبهاش ولا ابعد عنها، لان هي كده ما بتاخدش حاجه، يدوب دقيقتين على كل جهه، وببدا اقلبها. بيبقى لونها ذهبي وجميل، ولازم اطلعها باللون ده. لو لقيت الجناب لسه بيضة، يعني الجهتين احمرت والجنب كده ابيض كده زي ما انت شايفة، ممكن اوقفها على الجنب ده. وبعمل بقى بعيد بقى نفس اللف دوت لحد ما الكمية كلها اللي معايا بتخلص. وقبل ما اقلبها على الجهة التانية لازم اكون دهنها. ودي كده النهاية معايا، لونه ذهبي وجميل.
هو زي كريب البطاطس بس بالجلاش. يعني ممكن ما يكونش عندك مثلا عيش تورتيلا، ممكن ما يكونش عندك كريب تعملي بيه، فأسهل حاجة هو الجلاش. اللفة الواحدة هتعمل لنا حوالي 6 سندوتشات من دي، هتبقى جميلة وحلوة، عشاء تنفع، في اللانش بوكس تنفع، في حتى لو هتعمليها جنب الغدا برضو هتبقى جميلة وحلوة. لو عجبتك الفكرة وعجبتك السندوتشات ممكن تعملي بقى لايك ليها، وتعملي اشتراك في القناة، وشير لصحابك وقرايبك، وألف هنا على قلبكم.